التعامل مع شركات اوبر وكريم واندرايفر تعامل كويس مريح ولا بيلطوا في الفلوس؟ بص، هو يعني هي شغلانه صعبه، حتى صعبه على الرجاله. بس يعني ربنا بيوفق، اللي هو انت آه، بتعامل ربنا وبتمشي بتتكل على الله، وربنا بيرزق يعني. حضرتك بقى بتشتغلي كام ساعة في اليوم؟ 16 ساعه، 18 ساعه كده يعني. وبتاخدي ويك اند اجازة جمعة سبت ولا؟ لا والله، ما باخدش ويك اند لما بكون تعبانه بس. حضرتك عندك اولاد؟ معايا رحمه. عندها كام سنة؟ 14 سنه. ايه تاني ممكن تعمليه بالعربية يجيب دخل غير الشغل على اوبر وكريم؟ لا والله، ربنا بيكرمني بزباين خارج الشغل. بسافر اسكندرية، غردقة، شرم، أي سفر بسافره يعني. بقالي 16 سنة بسوق وبطلع أي حاجة يعني. يضايق حضرتك لو حطينا رقم سيادتك لو حد عايز يسافر لا يكلمك؟ لا لا خالص، مفيش أي مشاكل. قولي لي، هل بتتعرضي لمضايقات من الزباين اللي بيستخدموا خدمة اوبر وكريم؟ يعني انت اكيد كل زباينك اغلبهم رجالة. هل بتتعرضي لمعاكسات، لتحرش، للحاجات دي؟ والله لا، بص، هو أنا ماشية بما يرضي الله وماليش دعوة بحد، واللي بيركب ماليش دعوة بأي شيء. ما بوصلك مكانك وخلاص. لو لقيت في حد بيضايقني اتفضل انزل، انت مش هتشتريني بفلوس. خلصت. بعدين انا معايا عربية عالية، ومش شغلانتي اوبر وكريم، بس انا نازلة بزود عشان قستي اللي عندي بس. ايه اغرب موقف حصل لسيادتك من يوم ما اشتغلت مع اوبر وكريم؟ لا، هو الناس المريضة كتير دول، ربنا يبعدهم عنا. الناس المريضة هو كده طبع فيهم يعني، طبع في البني ادم يعني. فما بلاقي حد مريض انزل، انا شغلي مش واقف عليك بس. لو في ست عايزة تخوض التجربة و... وتشتغل مع اوبر وكريم واندرايفر وتجيب عربية وتشتغل عليها، تنصحيها بايه؟ تقول لها ايه؟ بص يا فندم، الشغلانه دي انا ما نزلتهاش من فراغ. تمام. هي صعبه جدا، ومش اي ست تنزل فيها، لان التعامل مع الناس، مع البني ادمين ومع البشر صعب جدا. آم، اقول لها ربنا يوفقك ويصلح حالك ويرزقك، بس تتغاضى عن اي شيء. يعني انت نازله تاكلي لقمه عيش وبس. عاملي ربنا وربنا هيكرمك وهيصلح حالك، ودايما خلي ربنا قدامك وهو مش هيخذلك ابدا. بتتصرفي ازاي في المشاكل مثلا مع المرور؟ لما تبقي داخله على كمين، لما يقولوا لك الرخصه، الحاجات دي انت يعني بتخافي مثلا؟ لا، ايه اللي يخوفني؟ انا بقالي 16 سنه بسوق. لا يخوفني. بطلع الرخص بتاعتي وبديها له. مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه. لو مثلا حد هو شاكك فيه، عشان ما يجيبليش نصيب، والله انا اوبر بفتح التليفون واوريهوله، يقول الله يكون في عونك وخلاص خلص. ربنا يرزقك ويصلح حالك وخلاص وخلص. ممكن حد يرخم عليا مثلا على اي شيء، بتعدي. ممكن يعمل لي مخالفه ب 100 جنيه، ممكن يعمل لي مخالفه ب 500 جنيه. بتغاضى وبمشي. اصل انا هقف اقول له ايه؟ هو شايف شغل، هو شايف حاجه صح، ولو شايفها غلط انا بتغاضى وباخد بعضي واتكل على الله. ايه المشوار اللي ما بتحبيش تروحيه مع اي زبون؟ ايه المنطقه اللي ما بتحبيش تروحيها؟ المكسر، ما بحبش اخش في المكسر. اصل انا مش جايبه العربيه عشان ابهدلها او امرمط نفسي او الكلام ده كله. ما بحبش اخش مكسر، بس الا بقى لو في ست كبيره، لو في حد مريض، ذوي احتياجات خاصه، غصب عني بخش. لو هخش في النار بيبقى غصب عني يعني. مفيش في مره ست حامل ركبت معاكي وولدت في العربيه؟ لا لا، مفيش الكلام ده. لا، مفيش الكلام ده. والله هقف معاها، مش هقول لا يعني. بس لا، ما اتعرضتش لكده بصراحه.